ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله السنة دي تحققوا كل حاجة انتوا بتتمنوها. النهاردة بقى عملنا أحلى حمص شام، أو اللي بيتقال عليه الحلبسة على ما أعتقد، يعني يا رب يكون صح. قبل بقى ما نبتدي ونعمل الجمال والحلويات وشايفين اللون يا لهوي يا لهوي، ما تنسيش بقى تصلي على النبي وتعملي لايك وتقولي لي ايه رأيك بقى في وصفتي النهاردة، يا رب تعجبكم. بس ولو انتي اول مرة تشوفيني، انا نهى. ما تنسيش بقى تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. بصوا اللون جميل ازاي، ولونه احمر. يا خرابي يا خرابي، ولا ريحته يا جماعة مش قادرة اقول لكم. تعالوا بقى نسمي الله ونبتدي. انا معايا هنا نص كيلو حمص، زي بقى اللي هو السريع، اللي هو العادي البلدي. بتجيبيه وتغسليه كويس وتنقعيه لمدة 24 ساعة بمية ساقعة، او اللي هي من الحنفية، او مية دافية، وتسيبيه لمدة 24 ساعة وتصفيه وتغسليه. تكوني بقى حاطة مية، جيبي بقى حلة كبيرة. تمام، عشان ياخد بقى كل المكونات. بتحطي فيها مية، المية تغلي، تنزلي بقى بالحمص. انا استعنت بماما هنا في الفيديو ان انا اصور وهي تنزل الحاجة، بس انا طبعا اللي كنت بقولها المقادير. معايا هنا 4 طماطمات، مبشورة، مش ما ضربتهاش في الكبة او في الخلاط، بشرتها ونزلت عليها ب3 مكعبات مرقة من الخضار. ماما كانت عاملاها في البيت، احنا ما بنشتريهاش من بره. تمام. وبعد كده علشان اللون بتاعه، هنا كانت الإضاءة اتطفت، هنا بس عشان اللون بتاعه يبقى لونه احمر بتحطي معلقتين بابريكا كبار. ولو حسيتي ان هو فاتح شوية بتزودي معلقة كبيرة كمان. كده كده البابريكا هو هيديها لون، ومش هتحسي بحاجة ولا شطة ولا اي حاجة. جبت راس توم. انا حطيته فريش، كان ممكن ان انا احط من اللي انا مفرزاه في الفريزر، بس لا، قلت لا احطه فريش عشان يبقى ريحته يبقى موجودة فيه. وبشرتهم برضو. تمام. بصوا اللون، انا كنت حاسة ان هو فاتح، بس انا زودت من البابريكا. بصوا جميل 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 يا جماعة. اهو بصوا، معلقة البابريكا زودتها تاني شوية، وما حطيتش صلصة ولا حطيت اي حاجة. وكان لونه بجد بجد، الكاميرا كانت ظلماه وانا ظلماه الصراحة. طبعا احنا ليه بننقعه لمدة 24 ساعة في مية بقى من الحنفية او مية سخنة او دافية؟ ده بيسرع من عملية التسوية بتاعته. تمام. بصوا، كل شوية اشيل كده اللون ولا اشم ريحته. بجد المرقة انا اول مرة اجربها. تمام، بس جربتها كانت لذيذة جدا ومفيهاش اي حاجة، يعني مش مضرة، بجد طعمها حلو جدا. هنا كنت نقصت المية شوية علشان حسيت بقى لما حطيت الطماطم والحاجة والكلام ده، حسيت ان هو عالي معايا شوية. تمام. علشان اخلي الحمص ان هو يستوي معايا شوية، بنزل عليه بمعلقة من السكر. مش هتضره، مش هتخليه حلو ولا اي حاجة، هي بس هتساعد لي ان هو يستوي اسرع. وكمان توطي عليه، يعني هو لما يبتدي يغلي، تمام، يكون على نار متوسطة، بتبدأي ان انتي توطي عليه عشان ما يفرش معاكي. واصلا النار العالية يعني مش هتخليه ان هو يستوي بسرعة، لا بالعكس، هي هتنقص المية معاكي ومش هيستوي بسرعة. لكن لما توطي عليه النار هيستوي. قولولي بقى انتوا هنا بتعملوه ازاي؟ يعني بنفس الطريقة دي ولا بتضيفوا اضافات تانية، او بتعملوه بطريقة تانية؟ بس يا رب يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم، وهستنى تعليقاتكم، انا بتابعها وبشوفها. بجد انتوا ناس زي العسل. ما تنسوش، لو انتوا وصلتوا بقى لحد هنا تعملوا اللايك وتفرحوني بيه وتعليق الجميل. انا بنبسط جدا بتعليقاتكم، بجد انتوا ناس لذيذة وجميلة جدا. بصوا اللون جميل ازاي.
هنا بقى كنت بشوف الحمص استوى ولا لأ. طبعا هي مش واحدة ولا اتنين، يعني هي كذا واحدة حطيتهم في بقي يعني، بس ما تقولوش لحد، ده السر ما بيني وما بينكم. بس كده. بصوا كمان اللون، انا عايزه اقول لكم ان كان لونه كان احمر احمر. هنا بقى ببدأ ان انا املحه، الملح على حسب الرغبة. في ناس بتحط الكمون اول لما تنزل على يعني ايه في البداية خالص، لكن انا هحط معلقة صغيرة من الكمون في الاخر خالص علشان ما يمررش معايا. واهم حاجة ان تكون معلقة الكمون صغيرة، علشان حتى لو حطيتيه في الاول ولا حطيتيه في الاخر هتحسي بطعم مرارة. وفي ناس برضو انا اتفرجت عليها طبعا قبل ما اعمل حاجة زي كده، في ناس لقيتها ان هي بتحط صلصة عشان تعزز اللون الاحمر، بس ما يعني الحوار ده ما عجبنيش. بحس ان هو كده انا داخله اطبخ حمص. تمام. يعني انا اكتفيت بالبابريكا، البابريكا عملت بجد الواجب وزياده. وانتي بقى حرة بقى زودي اللون زي ما انتي عايزه. وبس كده. اهم حاجه بقى تقلبي الملح كويس، اهم حاجه. والله يا جماعه انا بعد ما عملت الفيديو بقى وعملت الحمص، قلت لماما في البيت لا انا هنزل بقى وهعمل لي ايه عربيه حمص شام، واكسب بقى اجيب لي نص كيلو وابيعه. مشروع جميل الصراحه يعني. وانا من عشاق حمص الشام. يا خرابي بقى لو نزلتي وقفتي على الكورنيش بقى وشربتي بقى حمص الشام وانتي كده بتتفرجي على النيل او على البحر، بجد حاجه روعه. بصوا بقى اللون، انا بجد عايزه اقول لكم ان كان لونه احمر جميل، يعني الكاميرا بجد ظلماه. هنا ماما كانت بتساعدني، هي اللي ظبطته واللي يعني ايه هي اللي صبتهولي. بصوا اللون، بصوا. انتي بقى تحبي بقى تشربي المية كتير ولا الحمص اكتر؟ انا عن نفسي احب اكل الحمص اكتر من المية، وساعات العكس على حسب المزاج. كل ما تحبي المطبخ كل ما هتطلعي ما هو اجمل، واللي انتي لو بتعمليه بحب بجد هتتبسطي جدا جدا جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ووصفتي عجبتكم واكون اسعدتكم. ما تنسوش بقى اللايك وفرحوني بالكومنتات بتاعتكم. ويلا مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله ان شاء الله لو كان ليا عمر.